ومن أشهر قصائدهم في المدح في عصر بني أمية مثلا أن هشام بن عبد الملك رحمة الله تعالى عليه الخليفة الأموي المعروف حج ذات مرة، ويظهر أنه حج في عهد أبيه عبد الملك بن مروان، فلما أراد أن يقبل الحجر الأسود وكان الناس لا يعرفونه لم يفسح له أحد المجال فقبله على زحمة من الناس، ثم مضى في جانب الكعبة، فجاء زين العابدين ابن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فلما هم أن يقبل الحجر عرفه الناس فانزاحوا عنه وأفسحوا له الطريق، فقبل الحجر على قدرة سهلة لكون الناس قد أزاحوا عنه. فلما رأى ذلك أهل الشام أراد هشام أن يصرف وجوه أهل الشام عن زين العابدين بن علي، فقال من باب التهكم وهو يعرف زين العابدين، قال: من هذا؟ يريد أن يبين أن هذه شخصية نكرة من النكرات. فكان الفرزدق الشاعر المعروف من سوء حظ هشام كان موجودا عند البيت، فارتجل الفرزدق تلك القصيدة التي يمدح فيها زين العابدين، قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا النقي التقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عم نفعهما، تستوقفان ولا يعروهما عدم، سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والشيم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، مشتقة من رسول الله نبعته، طابت مغارسه والخيم والشيم، هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، إلى آخر ما قال رحمة الله تعالى عليه. فلما قالها انصرفت وجوه الناس من هشام إلى زين العابدين بن علي، مما كانت تلك القصيدة سببا في أن هشاما عليه رحمة الله والعفو منه سجن الفرزدق، لأنه مدح زين العابدين بن علي على ملأ من الناس.